الحقوق، السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السادة الرؤساء، الأساتذة الأجلاء، أيها الحضور الكرام، يطيب لي في البداية أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فاس أن أرحب بكم بهذه المدينة العريقة التي تتشرف اليوم باحتضان أول لقاء جهوي تنظمه الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية في أفق وضع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة لتطوير أداء الجماعات الترابية كما جاء في شعار هذا اللقاء. أيها السيدات، أيها السادة، إن أي ملائمة للميثاق الجماعي مع مستجدات الدستور أو إصدار قانون جديد لنظام الجماعات الترابية أو إصدار قانون تنظيمي للجماعات المنصوص عليه في الفصل 146 من الدستور، وانطلاقا من حصيلة التجارب السابقة وإعمالا بمبدأ التدوير الحر في تسيير الجماعات الترابية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التالية. أولا، الوضعية القانونية للمنتخب الجماعي. يحتل المنتخب الجماعي موقعا مركزيا للتسيير وإعداد القرارات وتنفيذها ومتابعتها ووضع البرامج والمخططات من أجل توفير الخدمات الضرورية للساكنة وتدبير الفضاء الجماعي وتأهيله وإعداده ليكون محلا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد اهتم المشرع لأول مرة بالوضعية القانونية للمنتخب بمناسبة صدور الميثاق الجماعي من سنة 2002 وحدد له نظاما يتضمن حقوق وواجبات ومسؤوليات المنتخب. ولم يحقق تعديل الميثاق الجماعي لسنة 2009 أي تقدم في هذا الباب من حيث تحفيز المنتخبين على القيام بمهامهم، إذ أن المشرع بقي ينظر إلى هذا الموضوع من زاوية ضيقة حيث لا ينص على الاستفادة من تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل والتنقل سوى بالنسبة لفئة قليلة جدا تتحدد للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم إلى حد اللحظة التي نجتمع فيها من أجل ميثاق جديد. على أن يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المغرب، علما أن هذه التعويضات بدورها يجب أن يعاد فيها النظر بالرفع من قيمتها. لم يعد ممكنا في الوقت الحالي الإبقاء على قاعدة مجانية مهام المنتخب الجماعي، فهو يقوم بمهام المشاركة في اللجان الدائمة وغيرها، ويتعين عليه ربط اتصال بالساكنة والتنقل لمعاينة المشاكل اليومية والعمل على حلها. ويجب أيضا أن نتصور حجم الأعباء التي سوف يتحملها المنتخبون في المستقبل القريب عند إحداث آليات وهياكل الديمقراطية التشاركية المحلية، حيث سيصبح المنتخبون ملزمين بقوة القانون بالمشاركة في هذه الهياكل والحضور المستمر في الاجتماعات من أجل التقدير والإنصات للمواطن والحوار والتفكير في الحلول والتتبع تنفيذها. لذا يجب تعميم صرف تعويضات نقدية مناسبة لكافة المنتخبين الذين سيتحملون هذه الأعباء خدمة للصالح العام، وهذا سوف يجيب جزئيا على سؤال أي ديمقراطية محلية نريد. من جهة أخرى يلاحظ عدم الاهتمام بوضعية رئيس المجلس الجماعي كسلطة منتخبة ذات رمزية كبيرة في إطار الديمقراطية المحلية، حيث أنه رغم تنصيص المادة 30 من الميثاق الجماعي الحالي ومنذ صدوره سنة 2002 على أن رؤساء المجالس الجماعية يحملون أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته
وشروط حمله بمرسوم لم يصدر هذا المرسوم إلى حد اليوم، أي بعد مرور 12 سنة من التنصيص عليه، وهو ما يطرح السؤال حول تقاعس السلطة التنفيذية وإهمالها لهذا الجانب المعنوي الذي يضرب في العمق إرادة المشرع في منح رؤساء المجالس الجماعية المكانة الرمزية التي يستحقونها، وينقص من وضعية الرؤساء كسلطة منتخبة محورية في التنظيم اللامركزي المغربي. ثانيا، توفير اختصاصات خاصة للجماعات تضمن استقلالها الوظيفي تجاه باقي الجماعات الترابية. ومعنى ذلك أن هذه الاختصاصات الذاتية للجماعات أو المنقولة إليها يجب أن تكون كاملة تشمل كافة المجالات المرتبطة بها، وأن لا تمارس ولو جزء منها من طرف الجماعة الترابية الأخرى أو من طرف الدولة أو من إحدى المؤسسات العمومية الوطنية، بحيث يمنع كل تشابك أو تضارب في الاختصاصات. وعملا بمبدأ التفريع الذي ينص عليه الدستور، فإن الجماعات يجب أن تتوفر على كل الاختصاصات التي هي مؤهلة لممارستها بحكم موقعها في ترابية الجماعات الترابية، أي الاختصاصات المتعلقة بالقرب والتدبير اليومي لشؤون الساكنة حتى تصبح رافعة للتنمية الجهوية والوطنية الشاملة. ثالثا، توفير سلطات تقريرية خاصة للجماعات مع وسائل تنفيذها. مهما كان حجم الاختصاصات التي يتوفر عليها المجلس الجماعي أو رئيس المجلس الجماعي فإنها تبقى نظرية في كثير من الحالات، ونخص بالذكر هنا القرارات الفردية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي والتي يحتاج تنفيذها أحيانا إلى استعمال القوة العمومية. إن المادة 54 من الميثاق الجماعي الحالي تنص على أنه يجب على الرئيس تقديم طلب إلى السلطة المحلية قصد ضمان احترام هذه القرارات، وهو أمر غالبا ما يعرقل ويعطل تنفيذها، ولم يعد يتلائم مع المستجدات الدستورية التي بوأت الجماعة الترابية مكانة خاصة وأكدت على التدبير الحر لشؤونها. ومن ثم بات من الضروري التنصيص في الإصلاح المرتقب على إحداث شرطة جماعية تابعة لرئيس المجلس الجماعي تمكنه من فرض احترام قراراته دون اللجوء إلى السلطة المحلية. القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي سيما في إطار ممارسته لصلاحية الشرطة الإدارية تخضع حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي الحالي لتأشيرة وزارة الداخلية كي تصبح قابلة للتنفيذ، الشيء الذي يشدد الوصاية الممارسة على الجماعات وينقص من أهليتها القانونية، وهو ما لم يكن متلائما مع روح ونص الدستور الجديد، إذ يجب أن تكون القرارات الصادرة عن الرئيس في إطار صلاحيته قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها. من جهة أخرى، فإن إحداث الوكالات الحضرية نتج عنه عدد من الإشكاليات المتعلقة بالتعمير، الشيء الذي يتطلب تحديد دور هذه الوكالات في الاستشارة فقط، على أن يبقى قرار منح الرخص بيد رئيس المجلس الجماعي، وإذا كان من الضروري الإبقاء على الوكالة الحضرية فيجب أن تصبح خاضعة للجماعات وتعمل تحت سلطتها تجسيدا للاستقلال الإداري والوظيفي للمجالس الجماعية ورؤسائها. رابعا، ضرورة توفير وسائل كافية ومضمونة بواسطة الاستقلال المالي الحقيقي للجماعات واستقلالها في تدبير وتوظيف الموظفين. إن الاستقلال المالي للجماعات لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الموارد الذاتية للجماعة تشكل النسبة الأكبر بالنسبة لباقي الموارد الأخرى، وبالتالي يجب التفكير في تحويل عدد من أنواع الضرائب والرسوم التي تعود للدولة حاليا بحيث تنقل بقانون لفائدة الجماعات لتصبح جزءا من مداخلها الخاصة بها لتمكينها من تحقيق التنمية، أي أنها من ضرائب تشكل مبدأ عنصريا من عناصر استقلالها الإداري. فقد حان الوقت لإصدار قانون خاص بالوظيفة العمومية الترابية عوض مرسوم يكون بمثابة نظام أساسي خاص حقيقي يمنح للجماعات الحرية في التوظيف وإقرار وسائل التحفيز حتى تتمكن من جلب بعض الأنواع من الأطر ذات الكفاءة العالية
والتي ستسمح للجماعات بالقيام بأدوارها التدبيرية والتنموية الجديدة. خامسا، علاقة المجالس المنتخبة بالمحاكم الجهوية للحسابات. تمارس المجالس الجهوية للحسابات الرقابة على جميع أوجه التدبير الجماعي، ولهذه الغاية تفحص تحقيق الأهداف المسطرة والنتائج المحصلة والتكلفة وشروط اقتناء واستعمال الوسائل المستعملة، بأن الأمر يتعلق بمراقبة بعدية للتدبير. غير أن الممارسة بيّنت أن المجالس الجهوية تتدخل أيضا في طريقة اختيار أساليب إنجاز المشاريع، أي أنها تريد ممارسة نوع من الرقابة القبلية ولو بعد الأوان، وهو ما يعتبر تدخلا في اختصاصات الجماعات المحلية التي لها وحدها صلاحية تدبير الشأن العام المحلي بالطريقة التي تراها مناسبة، سيما أن هذا الاتجاه لن يصبح مقبولا بتاتا بمقتضى تطبيق مبدأ التدبير الحر الذي هو مبدأ دستوري. فقد صدر القانون المقدم للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات سنة 2002، وقد أصبح متجاوزا على ضوء المستجدات الدستورية، ويتعين تعديله لملائمته مع الدستور ومع القوانين الجديدة التي تنظم الجماعات الترابية انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج. سادسا، من أجل علاقات جديدة بين الجماعات الترابية والدولة ومصالح مبنية على المصاحبة والمواكبة والشراكة، إن مستجدات الدستور المتعلقة بإقرار اللامركزية كأساس للتنظيم الإداري المغربي وبالجهوية الموسعة ودور الجماعات الترابية الأخرى يقتضي النظر إلى الجماعات الترابية كفاعل وشريك حقيقي للدولة في عملية التنمية. لذا فإن الرقابة التي تمارس حاليا على المجالس الجماعية وعلى مقرراتها والتي تحمل اسم الوصاية الإدارية لا تتناسب أصلا ولم تعد تناسب ما تتوفر عليه الجماعات من مكانة جديدة في البناء المؤسسات المغربي، ومع ما يجب أن تمنحها القوانين الجديدة من مكانة متميزة كفاعل حقيقي في التنمية. ومن ثم يجب حذف الوصاية القبلية على الأعمال وحذف مراقبة الملائمة لكي تصبح الرقابة الإدارية التي تمارسها الدولة أو ممثلها على الصعيد المحلي محدودة في مجال المشروعية لمطابقة المقررات القانون دون غيره. وتبعا لذلك وإعمالا لمبدأ التدبير الحر يجب أن تصبح مقررات المجالس الجماعية وقرارات رؤسائها قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، ولا يمكن لسلطة الرقابة أن تعترض عليها إلا في حالة مخالفتها للقانون، على أن تحيلها هذه السلطة على المحكمة الإدارية المختصة للبت في مشروعيتها. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل توفير مصاحبة ومواكبة حقيقية للجماعات يتعين تطوير نظام اللا تمركز الإداري بإصدار قانون شامل تصبح بمقتضى المصالح اللامركزة للدولة، متوفرة على اختصاصات وسلطات حقيقية لمصاحبة الجماعات ومساعدتها على إنجاز البرامج التنموية وكل المشاريع التي تتطلب إمكانيات وكفاءات معينة. كما أن مفهوم المصاحبة والمواكبة يتطلب وضع رؤية واضحة ومتكاملة للعمل المبني على التعاقد والتشارك بين إدارات الدولة والجماعات الترابية. حضرات السادة والسيدات، تلك فقط بعض الأفكار والأمثلة التي يجب أن نستحضرها في هذا اللقاء، ومن دون شك أن هناك عدد من القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية فتطرح داخل الورشات وتكون محط نقاش ودراسة من طرف المشاركات والمشاركين. وفي الأخير نعبر عن كامل إرادتنا إلى العمل على الرقي بنظام اللامركزية والجماعات الترابية إلى أفضل مستوى، وأتمنى لأشغال هذا اللقاء الجهوي الهام النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى